اسمك؟ سعود البسوط. وقعت اسير في هذه المعركه اللي قلت الزمور. اللي قلت الزمور. تحكي لي على المعركه كيفاش وقعت؟ طبعا قلنا في قلت الزمور احتاجنا علينا طبعا الوقفه في الجرح. لما اتجهت جيت هنا داووك؟ داووك. هذا الدواء قدمته لك جبهه البوليزايو. داووك مليح؟ مليح. شحال في عمرك؟ 24. متزوج؟ لا. وما هو الحل اذا؟ الحل هو لازم الحسن السري يعترف بالواقع ويعيش في الحل عاجلا قبل ضياع الاوان. ارجو بنفذ اوامر ولو الاوامر كانت فاسده مثلا لازم عليه نفسها. جل الجنود اللي كانوا هون في الصحراء لا يعرفون شيئا عن الصحراء. حسن ايش؟ حسن القاسم. كنت في كل الزمول وقعت الأسر. شحال عندك كنت في كل الزمول؟ والله عندي دابا شي 5 شهور. 5 شهور؟ شحال في عمرك؟ عمري 18 عام. 18 عام. شحال عندك من دخلت الجيش؟ عندي دابا شي عامين. عامين؟ كيف يعني وقعت في الأسر كيف؟ كنا تما وهربنا. هربتوا؟ حكموك في داخل مكان. داخل المكان؟ لا خارج منه. استسلمتوا من بعد ولا كيف؟ استسلمنا لنا أولنا. بعد انسحابهم من المدينة التي دمرت عن آخرها والاستيلاء على ما فيها من عتاد وأسرى وغيره، والذي تشاهدون قسما منها الآن لأن هناك أسلحة أخرى وعتادا لا زال يعمل في الميدان حسب ما أدلى به لنا أحد القادة العسكريين الصحراويين الذين عاشوا هذه المعركة منذ بدايتها. وبعد معاينتنا للنقطتين الأولى والثانية انتقلنا إلى النقطة الثالثة التي تضم كذلك عتادا ضخما وأسرى. حيث كان هناك في استقبالنا السيد إبراهيم غالي وزير الدفاع في الحكومة العربية الصحراوية، الذي كان مرفوقا بعدد من القادة العسكريين الصحراويين، حيث أجاب عن تساؤلات الصحافة الدولية حول ظروف الكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الصحراوي ضد جيش نظام الملك الحسن الثاني التوسعي في الصحراء الغربية. وخلال اتصالنا بالقادة العسكريين لجبهة البوليساريو في جبهة القتال أكدوا لنا أن الإحصائيات الرسمية للخسائر التي منيت بها القوات الملكية الغازية في هذه المعركة سيتم الإعلان النهائي عنها في وقت لاحق.
انت كنت طيار تاع الطائره اف 5 هذيك 5. كيف في اي يوم سقط؟ نهار يوم السبت 24 في الشهر على الساعة 10:30. كيف يعني الحالة المعنوية نتاع الطيارين الحالة المعنوية نتاع الطيارين المغاربة بعد اسقاط هذه الطائرات؟ يعني يا أخي هما من الأول زعما من ماشي قبل هذه الحرب هذه ومعنويتهم والمورال ديالهم طايح بزاف، كيفكروا بأنهم غاديين إلى الهلاك واحد مر واحد، وكل واحد كينتظر وقته باش يمشي ضحية هذه الحرب. وهذه شهادات بعض الضباط والجنود المغاربة الأسرى عن سير المعركة. الأخ اسمك؟ اسمي بن جدي بوجمعة. رتبتك؟ مساعد أول. كنت قائد طائرة ميراج اللي سقطت. أي. تقدر تحدثنا عن المعركة بالذات؟ المعركة كانت معركة شاحنة كثيرة في جلسة زمور، وكانوا الثوار الصحراويين تغلبوا بواحد الشجاعة وواحد الهجوم يعني خارق للعادة. يعني ما كانش وقت عند المغاربة باش بور ريبوستي، وحنايا دخلنا ما كناش كنعرفوا كاع الأماكن اللي هما فيهم اللي فيهم الثوار واللي فيهم المغاربة. وي. وفي هذيك وواحد لوبيراسيون تما فين تقص الطائرة ديالي ونقص بالميضل، ولقيت الإخوان الثوار هما اللي شدوني عطاوني الماء وشربوني، عطاوني الحليب والتمر وصلاو فينا. في الحقيقة ما كناش كنتسناو منهم هذاك المعاملة، كنا غالطين بزاف، ما كناش كنعرفوهم بان غادي يتهلاو فينا بحال هكذاك كما كنا كنسمعوا كيقولوا كاينين مرتزقه، وكنا كنتساينوا باش يعني نشوفوا ناس اجنبيين غير صحراويين. ساعه منين تفاجئنا كثيرا من لقينا غير صحراويين اللي كيدافعوا على البلاد ديالهم، وهذا يعني مفهوم، الواحد بلادو خصو يدافع عليها باي وسيله كانت. شكرا. انت متزوج على طبيعه الحال؟ متزوج، عندي ولد في عنده 7 سنين.